ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند محمد على قناه حياتك احلى من هند محمد. هعمل معاكم النهارده كاسترد الفانيليا وجيلي الفراوله زي اللي بناكلهم من بره، واحلى كمان بطريقه سهله وسريعه. هنستخدم كاسترد الفانيليا من شركه ماي واي، وهنستخدم جيلي الفراوله من شركه ماي واي. اول حاجه عشان نعمل كاسترد الفانيليا، ودي اول حاجه هنبدا بيها. خلاص، هنحتاج 3 ارباع لتر من اللبن البارد. خلاص، وسكر حسب الرغبه، يعني هو كده كده فيه سكر، بس لو انت عايزه تضيفي سكر مفيش اي مشكله. تمام. هنفرغ، هو كان من طريقه التحضير اهو. اضف محتويات ربوه لتلات ارباع لتر من اللبن البارد، ويقلب جيدا ويحلى بالسكر حسب الرغبه. وبعد ما نقلبه جيدا ونحليه بالسكر، تمام، هيوضع على نار هادئه مع استمرار التقليب حتى الحصول على القوام المناسب. وبعد كده يصب في اطباق وتترك لتبرد ثم يوضع في الثلاجه. ويحلى بقى بالكريز والفاكهه والزيت اللي الموجود عندك. تمام. احنا اول حاجه هنبدا بيها هنعمل كاسترد الفانيليا بالطريقه دي، وبعد كده هنحطه في الاكواب، وبعد كده هنعمل جيلي الفراوله ونحطه فيه. هوريكم ان شاء الله في الفيديو هنعمله ازاي. اول حاجه هنبتدي نعمل كاسترد الفانيليا. هنجيب بقى 3 ارباع من اللبن البارد ونصب فيه محتويات العبوه. حطيت 3 ارباع من اللبن البارد. تمام. هبتدي بقى ايه، هحط ايه محتويات العبوه. تمام. وهدوب كله على البارد. حطيت بودرة الكاسترد زي ما شايفين كده. هحط بقى ايه معلقتين كبار من السكر. حطيت معلقتين كبار من السكر. هبتدي بقى ايه ادوب كله على البارد كده زي ما شايفين كده. دوبته على البارد زي ما شايفين كده. انا زودت كمان معلقتين كبار من السكر عشان لقيته مش مسكر قوي. ممكن تستخدمي بدل السكر عادي تستخدمي سكر دايت، ممكن تستخدمي عسل نحل، ده حسب ما تحبي انت. هبتدي بقى ارفعه على النار. رفعته على النار زي ما شايفين كده. هبتدي بقى ايه اقلبه لحد لما القوام ايه يبتدي يتقل معايا. في المرحله دي هطفي النار على طول. اول ما القوام يتقل معايا هطفي النار. ده خليط تاني معايا كده زي ما شايفين. بصوا ده القوام اللي انا عايزاه الخليط. بس في المرحله دي بقى هطفي النار. هضيف 10 فراولات كده زي ما شايفين. تمام. انا مقطعاهم حلقات. ممكن تقطعوا مكعبات. ممكن تضيفي فواكه مسكره. ممكن تضيفي زبيب. ده حسب ما تحبي. خلي كله مع بعض كده. جبت الاكواب دي زي ما انتم شايفين. تمام. هحط نصها كاسترد ونصها جيلي. حطيت الكاسترد ده كده زي ما انتم شايفين. تمام. مليت بالظبط نص الايه نص كوب. وكمان ايه عملت كمان طبق زي طبق زياده، يعني بسم الله ما شاء الله. دول 6. تمام. ومعاهم ايه طبق زياده يبقوا 7. هبتدي بقى على قد ما اقدر ايه اسوي الاطراف على قد ما اقدر، يعني ايه على قد ما اقدر كده ايه احاول ايه اسويها كده بالمعلقه. ولو في اي حاجه كده طالعه اجيب مناديل وايه واشيلها. هسيبه بقى يهدى شويه، وبعد كده بقى اروح اعمل الجيلي. هنعمل بقى دلوقتي الجيلي. بصوا يا جماعه، الجيلي اللي بالفراوله بيجي اسمه مجموعه جيلي. تمام. بيجي فيه 3 اظرف زي ما شايفين كده. في 3 بيتعملوا على 3 مرات. لو انت افراد اسرتك طبعا ايه كبير ممكن تعملي 2 3 تعملي الكميه كلها. تمام. ده حسب افراد اسرتك. انا هعمل بس ايه باكت منه. هنشوف بقى خطوات عمل الباكت. كاتبين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تفرغ محتويات الكيس في اناء به 3 ارباع كوب من الماء المغلي. تمام. وبعد كده يقلب جيدا، وبعد كده ايه حتى تمام الذوبان، ثم يضاف 3 ارباع كوب من الماء البارد. المقادير دي يا جماعه على الايه على على الظرف الواحد. فلو انت هتستخدمي ظرفين يبقى 3 ارباع كوب و3 ارباع كوب يبقى كوبايه ونص. تمام. كوبايه ونص ماء مغلي وكوبايه ونص ماء بارد. تمام. هتضاعف المقادير. خلاص. انا عايزه اقول لكم ان جيلي الفراوله من شركه موهبه اسمه مجموعه جيلي.
ما بيبقاش بيتباع باكت لوحده، لا بيتباع ايه 3 باكيتات مع بعض، اسمه مجموعه جيلي. غير الجيلي الانواع التانية زي جيلي البرتقال وجيلي المانجا وجيلي الاناناس، بيجي ايه لوحده باكت لوحده. لكن جيلي الفراوله بيجي مع مجموعه جيلي، بيكون المجموعه دي فيها 3 باكيتات زي ما شايفين كده. هنعمل بقى الايه الباكت ده دلوقتي. حطيت الظرف كده، فضيته زي ما شايفين كده. هحط بقى ايه 3/4 كوب من الماء البارد، 175 مللي بالظبط، قصدي 3/4 كوب من الماء الساخن. انا مسخنه ميه في الكاتل زي ما شايفين كده. حطيت 3/4 كوب زي ما شايفين كده. هبتدي بقى اضيفه للايه لبودره الجيلي. هجيب معلقه واقلب كله مع بعض كده لحد لما يدوب خالص. دوبت بودره الجيلي كده زي ما شايفين. هحط بقى ايه 3/4 كوبايه من الماء البارد، هقلب كله مع بعض. ضربت كله مع بعض كده زي ما انتم شايفين. تمام. هضيف بقى ايه 3 موزات كده مقطعهم حلقات، وده اختياري. تمام. ممكن تضيفي قطع فراولة، ده حسب ما تحبي. واقلب كله مع بعض. انا ضفت بالظبط يا جماعه هما 3 موزات وسط، مش اكتر من كده. كده الكاستر ده كده ايه زي ما انتم شايفين كده. خلاص ايه مسك نفسه خالص. خلاص. هبتدي بقى اضيف ايه الجيلي. ضفت كل كميه الجيلي كده الكاستر زي ما انتم شايفين كده. ده شكله قبل ما يخش التلاجة. هدخله التلاجة بالظبط هيقعد من 3 ل4 ساعات لحد لما الجيلي يمسك. بعد كده بقى ايه ابتدي بقى اقدم. ده شكلها بعد التقديم. قدموا بألف هنا وشفا. عاوزة اقول لكم قعدت في التلاجة بالظبط 4 ساعات وطلعت بالشكل الجميل ده. ان شاء الله تجربوا تعملوها وتعجبكم ان شاء الله. تحلية سهلة وسريعة، مش هتاخد منك وقت، واوفر واحلى من اللي بنشتريها من بره. ان شاء الله تجربوا تعملوها وتعجبكم ان شاء الله. لو عجبك الوصفة لايك واشتراك في القناة، وياريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.